بكم معي في إخواني أخواتي في قناتي مطبخ جزائرية مغتربة. اليوم أنا بما أني راح ندير وصفة تقليدية جزائرية، قلت نصورها بالكش تحبوا تعملوها على طريقتي. هي غنية عن التعريف، يعني الكسكسي، الكسكسي الأبيض راح نعمل أنا، خاطره الكسكسي عنده أنواع لا تحصى ولا تعد، لكن كل مرة كي نعمل وصفة منهم نحط لكم، وكل وصفة تذوقوها راح تلقوها يعني بنا ما نحكي لكمش، جربوها وتشوفوا. الكسكسي الابيض هذا واش نحتاجوا فيه في المكونات؟ عندنا الصناريه. انا قررت المكونات نقعد نحطهم قبل كيما هكا، قبل ما نقصهم قبل ما نقشرهم، باش اللي ما فهمش تسمى كاين ناس كل واحد واش يسمي الخضار في الوطن تاعو هكا، الناس الكل تشوفها تعرفها، حتى اللي ما فهمش التسميه يعرفها بالعين. الخضار اللي راح نعملوها في الكسكسي الابيض هذا تاعنا، السناريه، القرعه ولا الكابويه، والسناريه الجزر، البطاطا معروفه البطاطا عند الناس كل، بصل، جريوات، كرنب ولا لفت كما يقولوا له حايد، اي بطاطا ديجا قلت. كما قلنا عندنا سناريه، الكابويه، الكرنب والجريوات والبصل. هذا بالنسبه للخضار. اكيد عندنا الدجاج، كل واحد يحط على حسب افراد العائله تاعو، يعني هو الكسكسي كيعود بالخضار حتى طرف واحد تاع اللحم يكون كافي. وكاين كسكسي عندنا نوع من الكسكسي يتعمل غير بالخضار وحدها. الكسكسي انا الكسكسي كيعود بالخضار هذا مكتوب فيه مويا، بس هو مكتوب كسكسي متوسط، لكن هو شويه خشين جاي. باش نعطيكم كيفاه لي غران تاعو جايين شويه خشين. انا في الكسكسي اللي يعود بالخضره نحب لي شويه خشين، جبت هذا تعليد المتوسط شويه خشين. بس اللي يعود الكسكسي غير باللحم وحده ولا بالدجاج وحده، او كاين كما قلت انواع لا تحصى ولا تعد من الكسكسي، لازم يكون الرقيق هذاك. انا اللي نديرو باللحم وحده يكون الرقيق خلاص، واللي نديرو بالدجاج وحده يكون المتوسط، مش هذا اللي شويه خشين، يكون المتوسط الرقيق هذاك. وعندنا طبعا الزيت والفلفل الاسود، الفلفل الاكحل والملح. هذا وش كان في الوصفه دي. دركا نروحوا نقشر الخضار ونغسلها طبعا ونقصها ونواصلوا الوصفه تاعنا. كل واحد فيكم فحله الله يبارك، وعبالي بكم تعرفوا كل تقصوا وتنقيه وما نخافش عليكم. نجيبوا البرمه تاعنا تاع الكسكسي، طبعا الكسكاس. الكسكسي اللي ما بلاش كسكاس انا بالنسبه لي مش هو كسكسي، لازم الكسكاس. نجيبوا الكسكسيير هذه، القدر تاع البرمه تاع الكسكسي بكسكاسها. واش نديروا؟ انا ما عطيتكمش الكميه في اللحوم وفي عفوا في الخضار وفي البصل وفي الواحد، لانه كل واحد يعمل على حسب العيله تاعو. انا دوك نعت لك استيس ديريها، نعت لك فكره ديريها باش تجيك الكميه مضبوطه، خاصه في هذا الكسكسي. غطي قيع القدر بالبصل، حطي اول حاجه تحطيها البصل، غطي القيع تاع القدر بالبصل اللي قصيتيه قطع صغيره كيما بورما اللي راح طيبيها واحده اخرى، يعني مش قصيه قص رقيق ولا متوسط. غطي القيع تاع البورما بالبصل، زيدي عليه الزيت 3 ملاعق ولا 4 كبار تاع اكل. تشوفي البصل لازم كامل قاسو الزيت، هذه هي الفكره. برك تغطي كاع البرمه قلنا بالبصل، تزيدي عليه الزيت حتى كل البصل يكون مبلل بالزيت، ومن بعد تحطي قطع الدجاج فوقها، تحطي الفلفل الاسود. انا حطيت الفلفل الاسود خاطره كترت شويه، خاطره ما نستعملش توابل اخرى. اللي تحب دير شويه راس حانوت ولا تابل اخر تحبوا، هي من الافضل ديريه فلفل اكحل وحده. الكسكسي هذا تنقص شويه من الفلفل الاكحل اللي تحب تحط تابل اخر، انا ننصحك بالفلفل الاكحل والملح فقط. وهذا ما كان في البدايه. هذا واش تحطي؟ زيت، بصل، قطع الدجاج، ملح وفلفل اسود. هذا انا حطيتهم كلش بارد على بارده من هنا، وندرك نحطهم على النار يتقلاو مليح.
ونعود لباقي الوصفه. في الوقت اللي البرمه تاعنا على النار هاي تتقلى لازم نقليوه مليح، ندبلو مليح البصل هذاك ونقليوه مليح مع الدجاج. نخليو البرمه تاعنا تتقلى البصل والدجاج، ونجيو للكسكسي تاعنا في هذه الاثناء. واش نديرو؟ نحطولو الماء سخون حتى يتغطى ونخليوه دركا كيما هكا يتغطى بالماء دافي، ونخليه سخون يغلي، ما يغلي، ونخليوه حتى يشرب الماء هذا كامل ويتنفخ. ومن بعد نعملوه بالزيت ونفوروه. هما هنا في فرنسا يعملوا له هكا الزيت والماء ولا زبده وماء يغلي ويخليوه يتنفخ من بعد ياكلوه. بالنسبه ليهم هو هكا جاهز الكسكسي. اما احنا لا نديروها على طريقتنا، بعد ما نفخوه نروحوا نفوروه. في هاد الاثناء نروحوا نقشروا ونخليوه يتنفخ ونروحوا نقشروا الخضره. البرمه تاعي هاي تتقلى والريحه ما نحكي لكمش. هذا غير الدجاج والبصل، مازال ما حطيت حتى شيء. البنات نسيت لكم حاجه اساسيه في المكونات، مش نسيتها انا كي جيت نطيب، كي وصل الوقت اللي تتحط فيه تفكرتها باش نحطها ميوشيه ما حطيتهاش مع المكونات برك. ها هي الحمص انا هاو جبته من الكونجيلاتور، كنت موجداته منقوع ومنقي وكلش. الحمص عنصر اساسي ما نقدروش نتخلاو عليه. نحطوه بعد ما نقليو الدجاج تاعنا والبصل مليح، نضيفوا كميه من الحمص قبل ما نحط الخضر. كيما حطينا الدجاج والبصل والفلفل الاسود والزيت هذيك نقليوهم مليح ونضيفوا عليهم الحمص، نزيدوا نقليوه معاهم. ما تنساوهش كيما انا ما نسيتوش، راني راح نحطو مي نسيت نقدمه مع المكونات. كيما تشوفوا هاو حطينا الحمص ونخليوه يتقلى مع الدجاج والبصل. بعد ما الكسكسي تاعنا غطيناه وشرب الماء تاعو نجيو نفرغوه. بعد ما هبطناه نبداو نحلو فيه بشويه بشويه حتى يتحل مليح بيدك ولا باللي تحب بالفرشات حلو. وتحطي كي تكملي تحليه مليح تحطي له الزيت، ولازم يقيس الكعب تاعو كامل. الكسكسي تاعنا هاو حليناه. دركا نحطوله نعملوله شويه زيت. ها عينك ميزانك، انا نعمل عيني ميزاني. المهم الكعب تاعو كل لازم تتقاس بالزيت، انت ديري هكا حكي بين يديك يتقاس كل بالزيت. اللي ما تحبش تخاف من الكسكسي كان تعمره بالماء سخون يغلي وتخليه تقفل عليه وتخليه يتنفخ، كيما تحطي الكسكسي من البواط حطيه كيما هكا وحطي له زيت وحليه كيما تحبي. ما ديريلوش الماء يغلي، ما ديريلوش مي كي ديري له الماء يغلي هذاك يعتبر وكانك طيبتيه. او عليها هما لهنا في فرنسا يديروا له الماء يغلي ويغطيه ويخليوه يشرب كي يولي كيما صايي ياكلوه. ما الماء سخون ياسر يقولك صايي وطاب. مي حنا هاو لازم الكسكسي لازم نعقبوه في الكسكاس على البنه باش يطيب مليح. لا اللي ما تحبش ديروا بالماء يغلي معليش حطيه الكسكسي من الباطه ديريك تحطيه هكا، ديري له الزيت مليح وحكيه كيما هكا بين يديك يتقاس كله بالزيت وحطيه فور طفويره الاولى ومن بعد زيدي تهبطيه تعاودي تعملي كيما المره الاولى بالماء وبالزيت، المره الثانيه ديري بالماء وتعاودي تحطيه يطيب وخلاص. يعني هذه هي الاكلات التقليديه. بعد ما زلقناه مليح بالزيت بين يدينا وتقست كل الحبيبات بالزيت نحطوه في الكسكاس ونديوه نحطوه يفور لمدة 10 دقائق ولا 15 دقيقة. تشوفي لافابير، تشوفي البخار خارج من فوق وصايي سما خليه. كي تشوفي البخار خرج خليه 5 دقائق ونحيه سما صايي وتفور. ديجا دا كيما قلنا احنا شربناه بالماء سخون يغلي يعني وكأنه طاب.
بعد ما تقليت البرمه تاعنا مليح مليح، لازم البصل هذاك تشوفيه يذوب. الفلفل القطري كيما قلت لك ما تخافيش، بما انه التابل الوحيد اللي راح تحطيه الفلفل الاسود، حطي حتى تشوفي الماء تاع تقليه شويه قري هكا باه يجيك بنين. ما نحكيلكش على البنه والريحه اللي طالعه، طيبيه على طريقتي وشوفي يا اختي مش راح تندمي. بعد ما تقلاو مليح نجيو نمرقوهم بالماء سخون خلاه يغلي. كي مرقنا البرمه تاعنا بالماء يغلي هنا نحطوا الكسكسي فور التفويره الاولى. التفويره الاولى ما نحطوش معاه الخضار، نمرقوا ونحطوا الكسكسي بركي فور. كي نحيو الكسكسي كي فور المره الاولى نحيوه نحطوا الخضار ونروحوا الكسكسي نعاودوا نحلوه ونعاودوا نشربوه بالماء ونعاودوا نحطوا له شويه زبده ولا زيت ونعاودوا من بعد نرجعوه يفور. حطينا الكسكسي تاعنا في الكسكسي فور. الخضره تاعنا قصيناها ونظفناها، دركا نروحوا نحيو الكسكسي او خرج الفار تاعو، نحيوه ونحطوا نحيو الدجاج تاعنا خاطره يكون طاب ونحطوا الخضره. الكسكسي تاعنا هاو خرج الفار تاعو، يا هذه التفويره الاولى هاو خرج الفار تاعو صاي هنا نحيوه نحلوه ونفرغوه ونحلوه بنفس الطريقه اللي درناها في المرحله الاولى. بصح هنايا نعاودوا نصبوا له شويه ماء بشويه بشويه وشويه زيت ونحكوه مليح بين يدينا. نجيو نحيو الدجاج تاعنا نحينا الدجاج ونحطوا الخضار وحتى الحمص اللي كنا حطيناه في البدايه مع الدجاج وطاب بقات شويه، نخليوه يكمل مع الخضار طيب تاعو ونحطوا كل الخضار مع بعضها في وقت واحد. الكسكسي تاعنا هو نعاودوا نديروا له شويه زيت ولا شويه زبده كيما تحبي وشويه ماني حطيت شويه ماء، ضفت له شويه ماء هكا مش ياسر شويه نعاودوا نحلوه. كي ندهنوه كامل كل كعب زيت تقاس بالزيت ولا بالزبده كيما تحبي انتي وتحليه كامل، تعاودي تحطيه في الكسكس وتعاودي تحطيه فوق هذيك الخضار والمرق. الكسكسي تاعنا بعد ما فورناه التفويره الثانيه حليناه مليح بيدينا هاكم تشوفوا سخونه، ودركا غير نحلوه برك نهبطوه من الكسكس ونحلوه مليح وهكا حبيبات ونخليوه يبرد وباش نقدموه صاي في التفويره الثانيه ما نديروا له حتى شي. بعد ما نفرغوه نحلوه ونخليوه يبرد. درك نجيبو بعد ما حليناه مليح نجيبو صحن تقديم ونحطو فيه الكسكسي تاعنا. الكسكسي تاعنا تاع نهار اليوم راهو واجد. واش نديرو دركا حطينا الكسكسي نحطو لاصوص تاعو نسقيوه كل واحد على ذوقه، اللي يحبو مسقي مليح اللي يحب يكتر لاصوص يكتر، اللي ما تكترش ما تكترش ماشي لازم. انا ما نحبوش ياسر جاري هكا مليح. ومن بعد يقعد لنا التزيين نحطو الخضار من الفوق ونقدموه. الكسكسي تاعنا راهو حاضر كيما راكم تشوفوا، شهيتكم في الجنه جا بنين. ما عندي ما نحكي لكم، ننصحكم تجربوه بهذه الطريقه. الخضر كي تكون طيب اللي تشوفوها طابط يعني وتشوفوها راح تتحل نحيوها يعني ماشي مشكله، حطوها مع الدجاج. انا نعطيكم نصيحه، الدجاج ولا اللحم ديما كي يطيب نحيوه من المرق وما تعاودوش ترجعوه فيه غير كان راح تسربيه وتحطوه. حطوه كي تعودوا تسخنوا رجعوه يسخن شويه مع اللاصوص تاعو وخلاه. كي تخليوه في اللاصوص لمده طويله ما يمصاد شويه هكا. هذه نصيحه بركه يعني خارجه على الموضوع. المهم نعودوا لموضوعنا. قلنا الوصفه تاعنا هاي واجده. الكسكسي بما انه غذاء كامل فيه العجائن فيه الخضار فيه اللحوم ما يحتاجش المقبلات اخرى سلائط ولا ممكن نرفقوه بشويه فواكه هكذا ولا والماء طبعا ومحمود
لا يعلى عليها حمود بوعلام يعني في المشروبات. وإلى هنا تنتهي وصفتنا لنهار اليوم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.